بشتغل بالبرامة اللي هي عن طريقها بعرف اجيب الخيط المزنوق بين خرزتين والقصافة اللي انا بقطع بيها الخيط. يلا نبتدي مع بعض واقول لكم ان شاء الله هنبتدي ازاي. طبعا كلنا عارفين اني اول حاجة انا عايزة اقول لكم الشنطة اللي انا هتعامل بيها النهاردة هعملها بالغرزة السداسية. تمام. هنقطع خيط من دوت وهنقطع الطول المناسب على اساس ان الخيط ما يلتويش بينا او يتعقد معانا. لو انت لسه مبتدئة اشتغلي بخيط مش اكتر من متر، متر ونص. هنا بنجيب الخيط النايلون بنقسمه بالنص زي ما انتوا شايفين كده، نقسمه بالنص زي ما انتوا شايفين كده، وهنبتدي مع بعض. بس انا عايزه اقول لكم قبل ما ابتدي معاكم اعرفك اول حاجه انا عامله نموذج للقلب، والقلب ده الصغير، القلب ده الصغير. النموذج دوت زي ما انتوا شايفين كده نموذج صغير. بادئه بكام خرزايه؟ بادئه بكام وحده؟ بادئه ب3 وحدات. انا بادئه ب3 وحدات، ادي 1 2 3، 3 وحدات. لو انا عايزه اعمل النموذج ده على كبير فانا هجيب خرزايه اكبر من دي مقاس 8، ممكن حضرتك تجيبي مقاس 12، ممكن تجيبي مقاس 10. كل ما هتكبري حجم الخرزايه هيديكي حجم اكبر للشنطه. النقطه الثانيه، طب انا عايزه اعمل نفس الحجم بتاع الخرزايه ده بس على شنطه كبيره. هنا زي ما قلت لكم الحجم ده للاطفال، ممكن حضرتك تستخدميه كبوك صغير او شنطه كده في الايد صغيره، ممكن تنفع لبنوتك. طبعا انا عاملاها بصوا بادئه ب3 وحدات، 3 وحدات للحجم ده، الحجم الطفولي ده 3 وحدات على نفس الخرزايه مقاس 8. طب انا عايزه اكبرها، عامله نموذج تاني كبير وعامله بدل 3 وحدات انا عامله 1 2 3 4 5 وحدات، 5 وحدات. هنا 3 وحدات يعني فردي، هكبرها هتبقى برضو فردي، فانا كبرتها يا اما 5 وحدات يا اما 7 وحدات لو عايزه تتعاملي بحجم خرزه رقم 8. لو عايزه تتعاملي نفس الوحدات دي وتبقى اكبر هتكبري الخرزايه. تمام؟ يبقى عرفنا ازاي تعرفي تكبري المجسم، يا اما عن زياده عدد الوحدات، ولو عدد الوحدات عندك فرديه بتزودي فردي، عندك عدد الوحدات زوجيه بتزودي زوجي. اوكي؟ يا اما بتكبري حجم الخرزايه. خلينا متفقين على النقطتين دول عشان انا بتسأل عليهم كتير. يلا هنسمي بسم الله، وانا هعمل لكم الحجم الكبير ده عشان تبقى شنطه للانسات او للبنات الكبيره. زي ما انتوا شايفين كده انا عامله من لونين، عامله اللون الموف واللون الاسود، وانا هنا مش عامله اللون الموف بترتيب، انا عاملاه ترتيب عشوائي فاداني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. يلا هنسمي بسم الله وقطعنا الخيط وهنبتدي نحط زي ما قلت لكم الشنطه اللي انا هعملها سداسي، بس اول وحده هعملها خماسي. اول وحده مكونه من 5 خرزات. تمام؟ اهي بسم الله الرحمن الرحيم. هنسمي بسم الله، الله واحد ملوش تاني، 3 4. طبعا انا مش بطيئه في العادي بس علشان يبقى كل حاجه متشافه قدامنا، لان انا عارفه ان اللي بيتابعني بيبقى لسه جديد في مجال الخرز. اهو خلاص انا كده حطيت ال5 خرزات، وال5 خرزات خليتهم في منتصف الخيط زي ما انتوا شايفين كده، وضغطت اهو بايدي اهو حجزتهم علشان الخيط عندي ما يبقاش طرف طويل وطرف قصير. الطرف الطويل والطرف القصير بعد كده بيهدرلك في الخيط. خلاص هجيب اخر خرزايه انا دخلتها واروح حطاها بين صوابعي كده، واروح جايبه الخيط اللي فيه نفس الخرزايه هجيب الطرف بتاعه واروح عامله عقده اهو، عامله عقده
طرف الخيط وتروحي عاملة عقدة. هتشد الخيط لغاية قبل ما ينتهي، هتلاقيه عامل لك عقدة زي العقدة اللي انت شايفاها دي. هتدخلي فيها طرف الخيط التاني اهو، هتروحي جايباه ومدخلة الطرف التاني وتروحي شدة الخيط علشان تعمل لك اول وحدة مكونة من 5 خرزات. عايزة اوريكي حاجة، العقدة دي بتدخليها في نص الخرزاية دي اهو. تمام. اذا اول وحدة عندي مكونة من 5 خرزات. هنكمل الباقي بقى سداسي. انا هعمل كم وحدة؟ قلت لكم هعمل 5 وحدات عشان انا عايزاها فردي. هنا خماسي، هكمل اللي وراها سداسي. يعني ايه سداسي؟ يعني الوحدة مكونة من 6 خرزات. انا عندي اوريدي واحدة اهي من الوحدة اللي قبلها، خرزاية من الوحدة اللي قبلها. اذا انا عايزة 5 عشان اكون 6 خرزات. طيب هعمل ايه؟ هقول لكم طريقة سهلة عشان ما تتلخبطوش، لاني غالبا تيجي تقول من هنا 3 وهنا 2، مرة تانية تروح حاملة من هنا 2 ومن هنا فاهمين؟ لا، انا هقول لك حاجة طريقة سهلة، وخصوصا لما بتبقى في الغرزة او الوحدة الزوجية. بمعنى زوجية يعني مثلا فيها 6 خرزات، 6 خرزات هحط، انا عندي هنا واحدة، اذا انا عايزة 5، هحط هنا 2 وهنا 2، اذا هنا معايا 5 خرزات وهقفل بالسداسية. دي الطريقة دي سهلة قوي عشان تخليكي لو انت جديدة ما تتلخبطيش. ركزي معايا، انا عندي خرزاية، عندي في الطرف ده احط خرزتين، تمام، والطرف ده هحط خرزتين. وزي ما قلت لك شكلي بالالوان اللي انت عايزاها، ذوقك. خرزتين وخرزتين، اصبح كده انا عندي 5 خرزات. طب ال5 خرزات دول محتاجين مني خرزايه كمان عشان تبقى سداسيه. هقوم واخده طرف من الخيط واحط فيه الخرزه السداسيه علشان هرجع بيها اعمل العقده. ارجع بيها كده واروح مرجعه الخيط فيها تاني واركز شويه عشان انا عايزه اعمل، بصي صبعي فين عشان ما يفلتش مني، واروح جايه مدخله الطرف التاني عشان اعمل العقده. سهله جدا، مفيش اي حاجه. تابعي معايا عشان في تريكات بتتقال في وسط الفيديو هي اجابه لكل سؤال انتوا بتسالوهولي بعد كده. خلاص، شدي حلو قوي علشان المجسم عندك او الشنطه تبقى مشدوده، تبقى النتيجه عندك مظبوطه. خلاص، ده سداسي. هعمل عليها كمان وحده سداسيه. انا قلت لكم ان احنا عايزين 5، بادئه بخماسي وهعمل 3 سداسي والخمسه هعملها خماسي زي كده اهو. يبقى دي اول وحده سداسيه بعد الخماسي اهي. هروح جايه زي ما قلت لكم خرزتين في جنب وخرزتين في جنب، واجيب الخرزايه السادسه واحطها في طرف وارجع ارجع بالطرف تاني في نفس الخرزايه السادسه واروح ماسكه الطرف وشداها، واوعي تفلت منك اهو. بصوا شايفين؟ واروح جايه الطرف التاني اللي فيه الخرزتين التانيين واروح مدخلاه جوه علشان يديني العقده، واروح مدخله العقده جوه الخرزايه. اصبح كده انا تمام اهو. خلاص، هنا فاضل لي غرزه تاني سداسيه عشان قلت لكم هعمل 5 بادئه بخماسيه وبعدين 3 سداسيه اهي، 2 هنا، تمام، وادي الخيط التاني و2 هنا
واتنين هنا اهو، وهروح قافله بالسداسيه اللي هي اهي جبتها، واروح حاطه طرف الخيط ارجعه تاني، امسك طرف الخيط بايد وامسك العقده بايد، واروح مدخله الطرف التاني جوه العقده. تمام تمام. حاولي وانتي بتشتغلي تكوني مركزه، وخصوصا لو انتي مشغله او عامله لونين، عشان ممكن خرزايه غلط تضيع لك شغلك او تخليكي تبذلي مجهود اكتر. خلاص، يبقى انا عامله 1 خماسي 2 3 4، 1 خماسي و3 سداسي. طيب انا عايزه 5 وحدات، يبقى انا ال5 هعملها الاخيره، يعني هعملها خماسي زي دي. خلاص، دخل بس العقده دي. تمام. هنا بقى انا عايزاها خماسيه، هعمل ايه؟ انا عايزه 5 وحدات، يبقى انا ال5 هعملها الاخيره، يعني هعملها خماسي زي دي. خلاص، دخل بس العقده دي. تمام. هنا بقى انا عايزاها خماسيه، هعمل ايه؟ انا عندي 1، خلاص، يبقى انا عايزه 4، يبقى انا هعمل هنا 2 هنا 2. خلاص، هنا 2 وهنا 1. خلاص، وهروح اقفل ب1، واروح اقفل بايه؟ ب1 عشان يديني الخماسي. تمام. هنا العقده اهي، واروح مدخله طرف الخيط جوه العقده واشد، وابقى كده لو لاحظتي هتلاقي الخرزايه هنا عندي طالعه من الخرزايه اللي من الجنب ديت، طرفين الخيط عندي هنا طالعين من الخرزايه اللي من الجنب دي. هعمل ايه؟ هروح حاطه هنا اهوت علشان اكون سداسيه، هحط هنا 5 خرزات، وعندي 1، يبقى كده 6. 1 2 3 4 5. 5 دي اللي هي الأخيرة دي هرجع بيها بطرف الخيط تاني علشان أعمل العقدة اللي عن طريقها هدخل فيها طرف الخيط أهو. تمام تمام. هشد الخيط حلو قوي وأعمل العقدة وأدخل العقدة. هنا بقى كل اللي أنا هشتغل عليه غرزة سداسية، كل ده غرزة سداسية، وخليكي معايا للآخر عشان أقولك أنا هعمل إيه. هدخل الخيط هنا في الخرزتين، أنا زي ما قلت لكم أول ما ألاقي الخرزتين اللي تحتيهم خرزاية دي يبقى لازم يبقوا جنب بعض ملتصقين، التوينز جنب بعض. هبتدي بقى أدخل طرف الخيط في الخرزتين دول أهو، واروح شادة طرف الخيط، وده اللي بمرره، اللي من تحت ده اللي بمرره في الخيط، واللي من فوق ده اللي بحط فيه الخرز. خلاص، انا هنا عندي كم خرزايه طالعين من اطراف الخيط؟ طرفين الخيط عندي هنا طالعين من 3 خرزات، يبقى انا عايزه 1 سداسيه، يعني فاضل لي 3 خرزات علشان اعمل الوحده السداسيه. هنا انا هعمل 1 سودة، وملكوش دعوه بالالوان عشان ما تتلخبطوا، انا مش هذكر الوان. خلاص، مش هذكر الوان عشان ما لخبطكوش، لان دي ترجع لذوقك وحسب ما تعرفي تجمعي افكارك. خلاص،
هنا حطيت 3 خرزات على ال3 اللي عندي هيبقوا 6، يبقى انا كده كونت وحدة سداسية. هرجع طرف الخيط في الخرزاية واروح مشدة ومدخلاه جوه العقدة، وبكده كونت تاني وحدة سداسية في السطر التاني. تمام. هدخل هنا في الخرزتين اللي تحتيهم خرزاية برضو، وده الخيط اللي من تحت، ده الخيط اللي من تحت. على فكرة انا ممكن اقول لكم طيب هكمل عشان ما اطولش عليكم وابتدي في الاخر، لكن الشنطة دي في الاخص ليها تفاصيل كده لازم تتابعيها خطوة بخطوة. انا ما اكذبش عليكم، انا في البداية خالص الشنطة دي لخفنت معايا كتير قوي وعملت منها نماذج كتير قوي. بصوا هنا معايا طرفين الخيط طالعين من 3 خرزات، وانا كده سداسية يبقى انا عايزة 3 خرزات. تمام. دي تالت وحدة سداسية بالنسبة لي، تالت وحدة سداسية، والصف ده كله سداسي اهو. هنمرر دي هنا اهو، دي هنا اهو، واشد الخيط وادخل على الخرزة اللي جنبها على طول عشان تحتيها خرزة اهو، واروح شدة واروح جاية خلي بالك وانتي بتشدي من هنا العقدة ما تبانش من هنا، ظبطي زي ما انا عملت دلوقتي. خلاص الخيط اللي من فوق هحط فيه 3 خرزات زي ما عرفتكم، اني طالع من كل طرف، من كل خرزة طرف خيط اهو، 1 2 3، وطرف الخيط نرجعه تاني في اخر خرزاية نشد الخيط ونبتدي ندخل العقدة جوه الخرزاية. اتأكدي ان العقدة جوه الخرزاية تاني علشان شغلك يبقى متماسك، وده تاني سؤال بتسأل عليه، ليه شغلي بيبقى في الاخر الشنطة مرخية؟ ما مرخية علشان انتي ما بتشديش الخيط حلو، العقدة بتبقى من بره. تالت حاجة ودي الاهم، الخيط لازم يكون مناسب حجم الخرزاية. هنا اهو عملت 3 خرزات، طرفين الخيط من 3 خرزات، هحط هنا 3 خرزات، وهقول لكم هعمل ايه في الخرزاية الاخيرة اهي 3 خرزات، وهرجع بالعقدة. خلاص. هنا بقى فاضل معايا خرزاية فردية اللي هي زي ما ابتديت بيها هنا، خرزاية فردية، هنهي بخرزاية فردية. هعمل ايه؟ هجيب الخيط اللي من تحت ده واروح مدخلاه في الخرزاية الفردية. تمام. وانا عندي الخيط اللي من فوق طالع من خرزاية، يبقى انا عندي 2. طب انا ال2 دول عايزة اعمل ايه؟ انا ال2 دول عايزة احط عليهم 4 علشان يبقوا 6. واحنا عارفين لما بنيجي نطلع دور تاني او نطلع دور زيادة بروح حاطة الخرز كله من هنا. هنا انا هعمل حاجة مختلفة، ايه هي؟ هنا عشان انا عايزة 4 خرزات هحط هنا 3 ومن فوق 1 اهو، هنا 3 هنا 3 1 2 3 خلاص. ومن هنا هحط 1 ومن هنا هحط ايه 1 اهي. بس انا هنا هعمل العقدة من تحت لان انا الطبيعي ان انا هطلع من تحت عشان اطلع دور تاني. اوكي، فانا هعمل العقدة من تحت
واروح جايه في الخرزيه الثالثه وعامله عقده، واروح حاطه طرف الخيط اللي من فوق اللي فيه خرزايه في العقده واشدها قوي، وهنا تمام اهو. اوكي، اذا هنا عندي ده زي ده. عايزه تشتغلي على كده اوكي، حاسه ان ايدك مش متملكه تيجي كده، هتروحي قلبه شغلك كده اهو عشان تبتدي بايدك وتعرفي ان انت تتحكمي في الخيط. كل مره بتمم على العقده عشان اطمن اني شغل نضيف. هنا انا هطلع دور، طالما هطلع دور اذا هحط كل الخرز في اتجاه واحد اهو. هنا اهو الخيط اللي من تحت هحط فيه كل الخرز. هنا انا عايزه كله برضو غرزه سداسيه، اذا هنا عندي واحده يبقى انا عايزه هنا 5. يا رب تكون قادره اوصل لكم المعلومه، وفي نفس الوقت التفاصيل البسيطه اللي كلنا في البدايه ما كناش نعرفها. انت اوتوماتيك هتلاقي ايدك بتاخد كمية الخرز اللي محتاجاها، بتعملي مساحة الخيط اللي انت محتاجاها، بتبصي تلاقي نفسك وقعتي في غلط، انت خلاص بقيتي حساسة زي ميزان الذهب كده، الميزان الحساس. لا، في غلطة هنا، كنت الاول بتفهمي بس سوري بتحفظي بس، لا هتيجي بعد كده مع مزاولة المهنة او ممارستك للخرز هتلاقي اوتوماتيك لا في حاجة غلط، هتبصي نفسك بتراجعي تلاقي فعلا في حاجة غلط. يعني الموضوع محتاج منك ممارسة. هنا هدخل الخيط فين؟ هدخل الخيط في الخرزتين زي ما قلت لكم اللي تحتيها خرزة، عشان هعملها غرزة تاني سداسية، غرزة سداسية، الصف كله غرزة سداسية. وهنا اهو الخرز عندي طالع من 3 خرزات، اللي من فوق هحط فيه 3 خرزات، اللي من فوق هحط فيه 3 خرزات. اوكي، هرجع بالعقدة في اخر خرزاية واروح شدة وداخلة بالخيط وشدة الخيط بالعقدة. هجيب الخيط اروح مدخلة في الخرزتين. شغل الخرز جميل جدا بس محتاج صبر، محتاج طولة بال، محتاج منك تركيز. ويا سلام بقى لو بتتعاملي بقى مع جمهور او مواطنين او عملاء، بصي لازم يكون عندك طولة بال وحسن معاملة ورقي في الاسلوب، لان بيقابلك نماذج لو ما كنتيش متعودة على يعني امتصاص اي حاجة قصادك ممكن يخرجوكي عن شعورك حقيقي. بصوا هنا دخلت الخيط في الاتنين دول اللي تحتهم خرزاية، وهحط هنا 3 خرزات. عايزة اقول لكم يعني انا بقالي في الكارير دوت ما يقرب من 5 سنوات، والله قابلتني عميلة خلتني والله كنت هبطلها، لأني بعد ما عملت لها شنطة وعامله لها شنطة في منتهى الشياكة وشغلها كان صعب جدا، وبعيدا عن طبعا الفصال في الأسعار اللي هو ده العادي اللي أساسا أصلا بتكون سائلة قبلك كذا حد وعارفة ان انت أقل حد، ومع ذلك بتفاصل معاكي وعايزاكي تضيفي لها بالسعر اللي هي مفاصلة فيه كل حاجة في الشنطة، وكأن الخامات دي احنا بنجيبها ببلاش، زائد ان احنا طبعا في الاقاليم الخامات عندنا على ما بتيجي من القاهرة وتجيلك بتكوني انت دافعة ثمنها، فالزبون عايزك انت اللي تدفعي ثمنها مش هو.
بلس بقى ان انت مش بتجيبي جمله، يعني مش بتجيبي حاجات كميات وتعيني، لان الاذواق بتختلف. انت بتجيبي حسب ما الزبون هيطلب منك الموديل. الله المعين. تمام، ركزي معايا في الحته دي. هنا خلي بالكم عشان الخيط هنا خلص، وانا هخلصه في الحته دي واقول لكم عشان لما نيجي نجدده هخلصه في الوحده دي. هنا هجيب 3 خرزات، هجيب 3 خرزات تمام، واروح عامله العقده هنا علشان دي خلاص انا بخلص الخيط. ليه عملت عقده؟ انا كنت ليه ربطت؟ ممكن اعمل عقده واوريكم. خلاص احنا عرفنا موضوع ان انت تعملي عقده وتسربي الخيط في النص، دي انت عرفتيها. فانا بس عشان اوريكم حاجه مهمه جدا. هنا الخيط عشانه مقاس 60، فانا هعمل عقدتين بس واروح جايه. لما اجي بقى ادخل العقده ما اخليهاش في الطرف. ليه؟ لان الطرف ده انا ممكن احتاجه وانا بقفل الشنطه، انما هخلي العقده جوه، هدخلها من جوه اهو كده اهو، واروح شداها اهي دخلت من جوه، وابتدي بقى اصرف الخيط من جوه زي ما قلت لكم. ركزوا على النقطه دي، مهمه جدا عشان انت بعد ما بتعملي. تمام، هروح قصه تمام، واروح جايه هنا وقصه هنا. تعال نقص بقى خيط عشان هقول لكم هعمل ايه. طبعا احنا خلاص اخر وحدتين اللي هم جنب بعض، بس احنا هناخد زي ما هنا ابتدينا بخرزايه هنبتدي هنا بخرزايه، هننهي بخرزايه اهي. هروح جايبه الخيط، المفروض دي اخر وحده صح، دي اخر وحده اللي هي اللي قبل الاخيره يعني. الخيط المفروض بيكون طالع منها، اللي من فوق بيكون طالع منها من هنا اهو، من فوق بيكون طالع منها من هنا. اروح جايبه الطرف واروح مدخلاه في الخرزايه اللي انا هطلع منها الوحده الاخيره اهي، واروح جايبه طرفين الخيط مسوياهم ببعض عشان ما يبقاش عندي اطراف اطول من اطراف، طرف اطول من طرف، وفي النهايه خيطي بيهدر مني. هتقولي لي انت بتكرري كلامك ليه كل فيديو؟ عشان كل فيديو بلاقي فيه مشترك جديد ما بيكونش حضر معايا حاجات كتير. اوكي، فانتوا تحملوني معلش عشان كلنا نستفاد. هنا زي ما قلت لكم خلاص طرفين الخيط طالعين من خرزتين، وانا عايزه اطلع دور، يعني هحط الخرز كله من هنا، بس انا هنا مش هحط هنا فاضل لي 4 عشان يبقوا 6، فانا هحط هنا 3 ومن فوق واحده، هنا 3 ومن فوق ايه واحده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 ومن فوق ايه واحده. ده السطر الثالث اللي احنا فيه ده. اوكي، طب هروح منزله عقده، طلع العقده بتاعه الخيط جوه الخرزايه، واروح جايه على الطرف واروح مدخلاه جوه العقده. يلا نسمي بسم الله عشان هقول لكم هنا بقى هعمل ايه. تمام، هنا عملنا 3 سطور، 3 سطور خلاص. السطر الاولاني خماسي سداسي 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 خماسي، وبعدين السطرين اللي وراه على طول عملتهم ايه؟ عملتهم سداسي. طب السطر الرابع، السطر الرابع هبتدي بخماسي عشان عايزه اعمل الكيرف بتاع القلب. السطر الرابع هعمله خماسي.
انا كده معايا واحدة واحط هنا 4. 4. اي استفسار لاي حاجة تابعوني وانا تحت امركم في اي سؤال. اهو خلاص واروح مدخلة العقدة. تمام اهو عملت اهو. ده النموذج اللي انا كنت عاملاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحدة 2 3 الرابع اهو خماسي واروح كله بعد كده هيبقى سداسي. تمام. هنقلب الشغل بتاعنا كده علشان نشتغل صح. هنا هيبقى كله سداسي. هعمل ايه؟ هاخد طرف الخيط واروح حطاه اهو، طرف الخيط على الخرزتين، ممرراه بالخرزتين اللي زي ما قلت لكم كده، تحتيها خرزايه يعني توينز اهو. الخرزتين دول تحتيهم خرزايه ومعايا خرزايه، يبقى كده 3. يبقى انا عايزه 3 احطهم في اللي فوق، في الخيط اللي فوق اهو، خرزايه في الخيط اللي فوق علشان اكون سداسيه. اهي، واروح مرجعه العقده واروح اهو. تمام. يلا اللي وراها على طول، الاتنين اللي وراها على طول اهو. وانا عندي واحدة من الوحدة اللي قبلها، يبقى انا كده عندي 3. واروح حاطة هنا 3 خرزات. وتاني نرجع بالعقدة وندخل خرزاية. يلا سداسية على خرزتين اهو، يعني القاعدة خرزتين، ونحط في الطرف اللي من فوق 3 عشان انا اوريدي بيبقى من الوحدة اللي قبلها فيه خرزاية. يبقى بالطريقة دي مكونة من 6 خرزات. لو انتي فهمتي اكتر ما حفظتي، يعني ما تقعديش على الفيديو تقومي بصة ومنفذة وخلاص، لا افهمي. لو انتي فهمتي والله هتبدعي وهتتفوقي عن اللي بيتعلمك. الحفظ بيوقعك في الغلط، احفظي مع الفهم، مهم قوي كده. ليه؟ عشان انتي لو فهمتي مع اول غلطة هتقدري تلمي غلطتك، لكن لو حفظتي بعد ما تخلصي مجسمك او الشكل اللي هتعمليه هتتفاجئي ان في غلطة. الغلطة ديت مطلوب منك ايه؟ تفكي كل اللي عملتيه. اوكي؟ يا رب اكون بقدر اوصل لكم معلومة واقدر اوصل لكم فكرة المجسم بطريقة يعني بصي يعني يستوعبها، يعني هقول ايه، هيستوعبها الاغلبية، مش هقول كله، لاني اكيد كل حد فينا ليه كاريزما مختلفة عن التاني. اقدر اوصل لك المعلومة او ما اقدرش.
فلو انتوا فعلا بتستفادوا من الفيديو او اسلوبي ممكن ان انتوا الى حد ما، يا ريت تكتبوا لي. ولو انتوا شايفين ان في حاجه انا ما بعرفش اوصلها او ايا كان النقد ايه، تحت امركم، ما دام في التزام باحترام الراي الاخر. يعني نقد مش اهانه. انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا محظوظه جدا الحمد لله باللي معايا، ناس قمه الادب والاحترام، حتى لما بيلفتوا نظري لشيء بيلفتوه وكأنهم بيتكلموا مع نفسهم. تمام. فهنا اهو هروح ممررة الخيط اهو، همرر الخيط في الخرزاية دي، واروح حاطة من الطرف اللي فوق هحط 3 خرزات، هحط 3 خرزات اهو، ثلاث خرزات. عملت الشنطة دي بخرزة الCCB، كانت تحفة شيك قوي وراقية جدا، يعني سواريه وعملي. خلاص انا هنا خلاص خلصت الدور اللي فوق اللي هو الرباعي، الدور الرابع سوري، الدور الرابع بادئ بخماسية وبعدين كله سداسية، وزي ما قلت لكم هنا كل خرزتين هنا بقى بيبقى معايا خرزة فردية، هروح مدخلة فيها الخيط، هروح مدخلة الخيط اهو الخرزة الفردية. يبقى انا هنا عندي الخيط طالع من خرزتين، خرزة من الوحدة اللي قبل الاخيرة والخرزة من القاعدة اللي هي الفردية اللي هحط فيها المفروض 4 خرزات عشان اكون السداسية، ولكن انا هحط هنا 3 ومن فوق 1. وصلت؟ هنا 3 ومن فوق الخيط اللي من فوق هنحط 1. ليه بنحط هنا العدد الأكبر؟ عشان أنا عايزة أطلع دور، وأنا لما بطلع دور بحط الخيط بحط الخرز في الخيط اللي من تحت. خلاص ده الخيط اللي من فوق حطيت فيه خرزاية، والخيط اللي من تحت اللي هرجع بطرف الخيط في آخر خرزاية أعمل العقدة اللي هدخل فيها طرف الخيط اللي من فوق، وبكده أبقى أنا نهيت الدور الرابع بالغرزة السداسية. يبقى الدور الرابع ابتديته بخماسية ونهيته بسداسية. اوكي، هبتدي بقى الدور الخامس كله سداسي، الدور الخامس كله سداسي. يلا الطرف اللي من بره هنحط فيه كل الخرز. خلاص اهو سداسية، يعني انا عايزة 5 عشان انا معايا خرزاية متوفرة معايا من الدور من القاعدة. خلاص وابقى انا عايزة بسم الله الرحمن الرحيم 1 2 3 4 5. خلاص وارجع بطرف الخيط عشان اعمل العقدة اللي هدخل فيها العقدة. دخلي العقدة اللي بشغلك كده اهو عشان تتمكني اكتر. خلاص هبتدي بقى هقرر العملية دي سداسية، السطر السادس الخامس كله سداسية، كل خرزتين ومعانا خرزة من الوحدة اللي قبلها، اذا معايا 3 خرزات احط عليها 3 خرزات. يبقى انا همرر
الخيط اللي من تحت في الخرزتين. خرزتين انهي؟ خرزتين القاعدة اللي تحتيهم خرزاية اللي هم عاملين حرف الفي او حرف الواي او زي ما بنقول عليهم التوينز المتلاصقين دول اهو. اوكي، واروح حاطه 3 خرزات. واروح حاطه 3 خرزات عشان اكون السداسيه اللي معايا. تمام تمام. هبتدي بقى هروح ممررة في التوينز اهم، اهو، واروح حاطه 3 خرزات. يا رب يكون التصوير حلو. يلا عشان هوريكم حاجه هنا حابه ان انتوا تعرفوها. هنمرر الخيط في الخرزتين اهم دول. انا الدور الخامس اللي انا فيه دلوقتي. الخرزتين اهم اهو، واروح حاطه 3 خرزات. خرزه 2 3 واروح راجعه بطرف الخيط واروح شدة. يلا خرزتين واروح حاطه 3 خرزات. ركزوا معايا بقى في الحتة دي. انا كل مرة في الصف بعمل ايه؟ كل مرة بروح عاملة الغرزة بعد ما بخلص الاتنين اللي هما تحتهم خرزاية بيبقى فيه خرزة فردية، بدخل الخيط فيها واطلع دور تاني. انا الدور الخامس ده مش هدخل للغرزة الفردية خالص، هنهي بالغرزة الزوجية اللي هي تحتيها خرزتين ومعايا خرزاية، يبقى كده 3 خرزات. يبقى انا هنا عايزة احط 3 خرزات عشان تبقى غرزة
سداسية عشان ما ادخلش على الخرزاية الفردية. ليه؟ عشان ما انا هنا بعمل كيرف للقلب، اللي هو الكيرف ده للقلب. تمام تمام. زي ما قلت لكم كده ان انا بعد بقلب الشغل عشان اعرف اتحكم في ايدي. هنا عندي 3 خرزات، هحط 3 خرزات، هحط 3 خرزات كلهم في الطرف ده، الطرف اللي من تحت. تمام. ادي كده 2 3 اهم، وهدخل الطرف الخيط عشان اعمل العقدة بتاعة الخيط، واروح شادة الخيط، وابقى انا كده عملت غرزة سداسية اهي. تمام اهي كده، اسمها الربع بتاع القلب. تعالى اقولك تركة تاني محدش عملها على مستوى اليوتيوب الا انا، الفضل لله، رنا وخلخال. طبعا كلنا بنعمل القلب على بعض كده بالتسلسل، او على طول دور فوق دور فوق دور فوق دور لغاية ما بنخلص. بلاقي ناس بتلخبط جدا، ان هي تقدر بعد ما بتخلص الربع ده باللي عملته هنا بتكرره بس ايه ورا بعضه. لا، انا قلت طب ما انا ممكن اعمل طريقة سهلة جدا بحيث تسهل على المبتدئين ان يعملوه بمنتهى السهولة. طب ايه هي الطريقة؟ الطريقة ان انا عملت ربع وهعمل، ثواني بس اظبط العقدة دي، عملت ربع وهعمل معاه ربع تاني متماثل زيه، وابتدي ان هو ايه اشبكهم ببعض زي كده ما بنشبك اي مجسم. هعمل لكم الطريقة دي وشوف لو عجبتكم كملوا بيها، وسهلة جدا وهتوفر معاكم وقت كتير. طيب ايه هي؟ الاول ان احنا هنخلص هنا هوت، هنفنش، هعمل زي ربع وهقول لكم بعد ما اخلصه هنشبكه ازاي. عملته زيه بالظبط نفس الربع دوت. اصبح هنا معايا ايه؟ اصبح هنا معايا ربعين. الربعين دول لو عملنا لهم تشابك هنبص نلاقي نفسنا عملنا النص اللي هو ده كامل متكامل بدون اي تفكير وبدون مجهود ومن غير ما نتلخبط، وهيطلع عندك نفس الربع زي النص اللي احنا عملناه. هنقطع خيط واوريكم انا هشبك الربعين دول ازاي. بصي يا ستي، هنا ان شاء الله، هنا ان شاء الله عندنا ربع، عندنا الربع ده، ركزوا معايا، الربع ده الخرزة دي طالع منها خيط. احنا هنبتدي نعمل تشابك من الخرزة دي اللي هم ايه؟ الخرزتين اهم، الخرزتين اللي تحتيهم خرزايا، التوينز دول هدخل الخيط فيها. هي كده كانت طالعه من خرزايا، هروح حاطه الخيط في الخرزايا التانية علشان يبقى كده انا الخيط عندي طالع من خرزتين. ولو انت عامله الخيط جديد برضو دخليه في الخرزتين دول. يبقى انت عندك الربع اهو ده الربع بتاعك. بتسيبي اول خرزايه اللي هي جايه بالكيرف دي بتسيبيها، وتبتدي تاخدي التشابك من اول الخرزتين دول اللي تحتيهم خرزايه اهو. تاني باكد عليكي، الخرزتين اهم اللي تحتيهم الخرزايه دي الخيط اهو طالع منهم. طب انا عشان اعمل تشابك هجيب نفس الربع المتماثل اللي زيه، وبرده هسيب اول خرزايه، هسيب ايه؟ اول خرزايه. بس هعمل ايه؟ هاجي هنا وهحط خرزه، خلاص، واروح مدخله طرف الخيط اللي حطيت في الخرزه ده في اول خرزتين اللي تحتيهم خرزايه زي ما عملت في الربع الاولاني
خلاص اصبح كده انا معايا ايه، انا متنسوش انا هنا بعمل غرزة سداسية. خلاص ابقى انا هنا كده معايا كم خرزة؟ كده هيبقى معايا 5 خرزات اهي، 5 خرزات. هعمل ايه بقى؟ هروح جايبة خرزاية اللي هي السادسة وهروح قافلة بيها السداسي اهي، اهي قافله بيها ايه، وهرجع طبعا طرف الخيط زي ما متعودين، اعمل العقده واروح حاطه الطرف التاني واروح شاده العقده عشان اعمل غرزه سداسيه، وابتدي اشبك ايه، اشبك الربعين في بعض. هعمل معاكم واحده كمان. بصي انا خلاص شبكت اول سداسيه، هنا معايا خرزه طالع منها طرفين خيط، كل طرف من الخيط ده هحطه في الخرزتين اللي تحتيهم خرزايه. خلاص يبقى ده طرف الخيط اللي طلع من الخرزايه، هروح جايبه الخيط مدخلاه في الخرزتين التوينز دول اهم، واروح جايبه الطرف التاني واروح مدخلاه في الخرزتين التوينز دول اهم. اهم خلاص، واروح جايبه خرزايه في اي طرف من الطرفين دول، اي طرف من الطرفين دول هروح حاطه خرزايه واروح قافله عليها عامله العقده، واروح حاطه الطرف التاني جواها، الطرف التاني برضو امرره من خرزتين، الطرف التاني همرره من خرزتين اهم اهم، واروح ثواني عشان انا دخلت الخيط مرتين اهو. خلاص هروح مدخله عامله العقده واروح مدخله طرف الخيط واروح شده، عملت عندي الغرزه السداسيه التانية. واضحه؟ واضحه. يلا اول خرزتين اللي هيقابلوني اللي تحتيهم خرزايه اهي، هدخل الخيط فيهم اهي، دي خرزتين تحتيهم خرزايه، وانا كده كده معايا خرزايه من الوحده اللي قبلها، طرف الخيط التاني هدخله في الخرزتين اللي تحتهم خرزايه اهي، بحاول اقرب لكم قوي فينك اهي اهي، واروح مدخله الخرزه التانية اهي. خلاص اصبح كده طرفين الخيط طالعين لي خرزه من الوحده اللي قبلها وخرزتين من كل طرف، اصبح كده معايا 5. ابقى انا عايزه خرزه كمان عشان يبقى معايا الوحده، تكمله الوحده السداسيه المتكونه من 6 خرزات، وابتدي اروح عامله العقده واشد جامد واعمل العقده. هعمل خرزايه اهي اهي، عندي خلاص طرفين الخيط طالعين من الخرزايه دي، هروح مدخله كل طرف في خرزتين، الطرف اللي على اليمين في خرزتين والطرف اللي على الشمال في خرزتين، واروح جايبه خرزايه ورابطه الوحده السداسيه اللي انا شغاله فيها اهو اهو.
هنا الخيط عندي قصير فانا مش هعمل عقدة، انا هربط على طول. اجيب الاول الخرزاية واروح ربطاها زي ما انت شايفة كده، هروح ربطها اهي علشان لما اجي اصرفها هصرفها في اهي، هروح مدخلاها من جوه كده اهي، واروح شده عشان ادخل العقده جوه اهي. تشدي تدخلي العقده جوه ايه، جوه الخرز اهي. وتجيبي برضو الخرزيه دي طرف الخيط ده بتدخليه جوه الخرزايه زي ما قلت لكم. لما نصرف خيط نصرفه في مكان نبقى متأكدين ان احنا مش هنلف بيه تاني بخيط تاني، لان العقدة لما بتقفل الخرزاية وعايزة تمرري خيط تاني لتقفيل مثلا بيعذبك. خلاص هبتدي بقى اصرف الخيط عادي، انا كده دخلت العقدة تمام. هصرف الخيط عادي جدا واقطع الزيادة بحيث يبقى شغلك كله على نضيف. هتقطعي عشان نعمل خيط على نضيف. يلا شايفين هنا انا واقفة عند الخرزة دي اهي اهو، الربع لسه ما قفلش، واقفة عند الخرزة دي هروح مدخلة فيها الخيط واروح ممرراه في الخرزتين دول اهي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. والطرف التاني من نفس الخرزتين دول، الطرف التاني اهو اهو خرج، واروح جايبة خرزاية عشان اقفل الغرزة السداسية وارجع بطرف الخيط جوه الخرزاية واشد واروح واخدة اهي واروح شدة كده بحيث العقدة تدخل. يلا فاضل لي كده وحدتين، دي الوحدة اللي قبل الاخيرة عشان هقول لكم هعمل الوحدة الاخيرة ايه. ادي خرزة التانية اللي جنبها التوينز بتاعها اللي ما بيسيبوش بعض ابدا اهو، والطرف التاني الطرف التاني اهو. وهروح جايبة خرزاية، هروح جايبة خرزاية واروح مقفلة اهو، اروح مقفلة العقدة علشان انا كده في الوحدة الاخيرة اللي هي هتقفل لي وتكون لي نص القلب او الواجهة الامامية او الواجهة الخلفية اهي. بصوا بقى هعمل ايه. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا خرزتين تحتيهم خرزاية اهي، ودي خرزاية الخرزتين اللي جنب بعض اهي. ركزوا معايا قوي، دي اللي قبل الاخيرة يا جماعة مش اللي فاتت.
دي اللي قبل الاخيرة اهي. خلاص هروح جايبه الخرزايه واروح مقفله في اهو، وركزي معايا حلو قوي اهو. تمام تمام. انا كده القلب فاضله الوحده الاخيره دي، بصي اهي انا كده عملت القلب خلاص قفلته، فاضل كده الوحده الاخيره دي. الوحده الاخيره دي هتبقى خماسيه. الوحده الاخيره اللي هو الخيط اخر وحده، طرفين الخيط طالعين من خرزايه، وكده عندي خرزايه والطرف التاني خرزايه 3، يبقى انا فاضل لي 2 عشان اعمل وحده خماسيه. ايوه يلا انا كده هدخل الخيط في خرزايه واحده اللي هي الاخيره اللي هقفل بيها اهي، خرزايه واحده، والطرف التاني برضو خرزايه واحده، الطرف التاني خرزايه واحده، وانا عندي خرزايه من الوحده اللي قبل كده اهو. اصبح كده انا عندي 3 خرزات، 1 2 3، 1 2 3. تمام. طب انا دلوقتي اهي وضحت كده اهو، طرفين الخيط اهم طالعين من 3 خرزات، كان عندي خرزه من الوحده اللي قبلها وخرزه في الطرف الشمال وخرزه في الطرف اليمين، اصبح 3 خرزات. هنا هعملها الاخيره غرزه خماسيه، الاخيره في التقفيل غرزه خماسيه، يبقى انا كده فاضل لي خرزتين. لو انتي متابعه الفيديو من اوله هتعرفي انا بعمل ايه، وعامله لك طريقه سهله بحيث لو معرفتيش تكملي نص القلب على بعضه كله تبتدي تاخدي الطريقه دي، سهله جدا ومريحه جدا اهي. شدي قوي قوي اهو، وروحي دخلي العقده جوه اهو، اداكي النص ده اهو، اهو نص الخيط اهو، نص اهو اهو، وده الطريق، وده اللي انا كنت عاملاه قبل كده اهو.